ولا كنتي كتشوفني اول مره كنتمنى تخلي لي سبسكرايب لايك كومونتير. المهم هاو تفعيل الجرس. اوكي let's repeat again. خصنا نعاودو غنعاود. Hi. Hello. Hey. How are you? Hope everyone is good. I hope everything is good, and I hope you all doing well today. هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو. دونك هذا الفيديو الثاني في القناة الجميلة ديالكم بطبيعة الحال. المهم نورمالمون انا كنت كنبدا نبقى ندير فيديو كل اثنين وخميس. البارح كان الخميس ولكن ما درتش فيديو، هذا الفيديو كان خصني نديرو البارح ما ساليتش انني نديرو، دونك قررت نديرو اليوم بحال الخميس بحال الجمعه. نورمالمون ماشي بحال ولكن المهم قررت انني نبقى ندير فيديو كل خميس واثنين، وان شاء الله غنبقى على هذا البروغرام بحال هكا. بطبيعه الحال الا شي نهار ما قدرتش راه غنديرو مثلا اليوم الخميس ما قدرتش ندير الغد الجمعه، وهادشي اللي كاين. دونك بقاو معايا وكنتمنى تكملوا الفيديو. الا كنتي كتشوف هذا الفيديو ولا كنتي كتشوفني اول مره كنتمنى تخلي لي سبسكرايب لايك كومونتير. المهم في هذا الفيديو قررت نهضر على واحد الموضوع اللي بالنسبه ليا مهم، اللي هو الاوفر ثينكين ولا التفكير المفرط ولا الافراط في التفكير. دونك هذا المصطلح اكيد غتكونوا كتشوفوه everywhere، اي بلاصه حرفيا بزاف. المصطلح اللي ولا منتشر بزاف بطبيعه الحال ماشي كلشي كيعرفوا، كاين اللي كيعتبروا مجرد مصطلح اوفر ثينكين التفكير المفرط، ولكن راه بصح حتى انا كنت كنشوف مجرد مصطلح فهمتي ما كانش كنشوفه بجديه بحال دابا، ولكن بصح التفكير المفرط راه واحد المشكل اللي كبير بزاف، واللي يقدر يوقع لبزاف الناس بالخصوص في هذا الوقت اللي فهمتي ولا بزاف ستريس ولا بزاف د الحوايج كيخليو الانسان يوصل لديك الدرجه ديال التفكير المفرط. يعني الانسان يكون عنده بزاف المشاكل، مشكل هنا دونك كيجي مثلا الليل باش ينعس تقريبا داك السيناريو كامل، داك الحوايج كامل اللي مشوشي اللي عقلو كيبقى يفكر فيهم يعني كيفكر فيهم هو ناعس. يعني ملي كيبغي ينعس كيفيق بنادم كيبداو داك الحوايج كيجيو عاوتاني لدماغو. راه ماشي شي حاجه سهله بحال انايا صراحه من قبل ما كنت كنسمع مجرد مصطلح كما قلت لكم، ما كنتش واخداه بجديه، ولكن وقع بزاف الحوايج اللي خلاوني انني يعني نعاني من هذا المشكل. وصراحه مشكل ولا شي حاجه اللي صعيبه بزاف مش سهله، اللي يقدر يخليك تدخل في ديبرسيون. المهم صراحه وفيت انا دماغ كيبقى نهار كامل وخدام، راه ماشي شي حاجه سهله. نهار كامل ودماغك خدام في شي حوايج اللي ما عندك كيدير ليهم، فهمتي؟ يعني ما عندكش عليهم بسلطه ولكن دماغك خدام فيهم. انا كانوا بزاف الحوايج اللي خلاوني ندوز من ديك الفتره. يعني دابا صراحه ما بقاش بحال الاول، ولكن فتره مورا ما ساليت القرايه كنت فهمتي الفتره ديال كسالي القرايه كيكون الحماس صافي غنخدم غندير نحقق احلامي. وهذا يعني بالخصوص الانسان اللي كيكون متحمس بزاف. انا كنت هكا الانسان كيكون متحمس بزاف عنده بزاف الحوايج كيحس بلي كلشي مقاد، فهمتي؟ يعني انا قبل ما نسالي القرايه كنت كنحس بلي نسالي القرايه اليوم هكا من بعد نمشي غندير يعني بحال كان داكشي مرتب وكنت كنحس بكلشي مزيان كلشي واعر. من بعد فهمت بلي لا، كان بزاف الحوايج اللي فهمتي يعني كتحط امام امر الواقع ولا بحال كيجيك بحال داكشي فجاه. يعني فاش ساليت القرايه
نعرفو بلي بزاف كيوقع لهم بحال هكا، فاش كتسالي القرايه كتكون ليطاب التاليه في دماغك هي الخدمه، نبدا نخدم نحقق احلامي ندير حتى انا هكاك. مي كاين بزاف الظروف اللي خلاو هادشي يكون صعيب، هادشي اللي خلاني من نحققش داكشي اللي كنت في بالي، داكشي اللي كان كيجيني ساهل. فجيت نديرو بداو كيبانوا الصعوبات، بداو كيبانوا بزاف الحوايج اللي ما كنتش متوقعاهم. لكن يعني باش دوز حياتك كتقرا، وبخصوص الناس اللي قراو يعني ماشي بسهوله باش قراو. مثلا انا لما يعني القرايه كنقرا ديالي نورمالمون، حنايا في البلاد، انا كبرت في بلاد البنات كيوصلوا السادس ما كيبقاوش يقراو. انا داك القرار كان القرار ديالي انا. فاش وصلت السادس قلت له انا ما بغيتش نحبس، دونك ما كنتش ساهله باش نقرا، حيت كان خصني نبعد على دارنا، نبعد على بلاد البلاصه اللي كبرت فيها. يعني دوزت بزاف الحوايج، يعني انا باش قريت دوزت فريمون بزاف الصعوبات، ماشي كنتش قريت بسهوله. فهكا هادشي اللي كيخليك فاش تدوز انت ديك القرايه قريتيها بمشقه الانفس، فاش كتكون باغي تخدم في شي حاجه اللي انت قريتيها. انا دونك انا ملي كملت القرايه ديالي كنت الايطاب المواليه هي الخدمه. انا في بالي طبيعه الحال بحال اي واحد غيخدم شي حاجه عندها علاقه بالطون ديالي، ودفعت بزاف ديال البلايص، بزاف البلايص ولي كونكور طبيعه الحال. كونكور كنت في لي كونكور، مي يا اما كدوز في البري سيليكسيون يا اما كدوز كتابي، ما كدوز شفوي. المهم بحال هكا بزاف البلايص دوزت بزاف ديال ليزيكسبيريونس ديال ستاج، خدمت في شي بلايص يعني كتحس بواحد الاحساس ديال فهمتي، يعني واش داكشي اللي كنت كنديرو في دماغي واش غير تطبيق. يعني انايا كنت كنقول نقرا نسالي هكا خدماتي، يعني كنت مختصر بزاف ديال لي زيتاب وكتحس بهم بلي داكشي مزيان. ملي كتحط امام الواقع كتصدم. انا بقيت كنقول واش ديك القرايه كامل اللي قريت، واش داكشي اللي تعذبت باش نقرا دابا واش صغير غنبقى في الدار، واش صافي داكشي كنت كنحلم به ما بقاش، فهمتي. كنت كنحس بشكل يعني انني نبقى في الدار ما بغيتهاش. شنو غندير؟ كنت كنحس ما احساس شديد، كنقول واش نبقى انا هكا ما عارفاش شنو جاي. ديك الفتره يعني تقريبا عام كنت كنجلس في الدار، كنبقى نفكر، فهمتي. كنت ما عرفت واش هذاك كان فقط الاوفر ثينكينغ ولا الاكتئاب. المهم انا حياتي كانت كتجيني ما بقاتش عندها معنى. كنت كنفيق وليت كنعس بزاف، ما كنفيقش بكري، ماشي الناس يعني حتى كنفيق مثلا مع 12 ولا هذا كنفيق غير حيت خصني نفيق. اما انا راه كنت في ديك الوقيته كنقدر نبقى نعس نهار كامل، يعني وليت بغيت غير نبقى ناعسه. اذا فقتي ما كنت كنحس النهار كيدوز فيه ساعه ولا هذا، كنت يعني كنفيق معطله. الفطور الغداء مع كاسكوش داكشي كيدوز دقه واحده، تلقى راسك غتعشاي غتنسي عاوتاني. كان النهار كيجيني نهار حاجه فيه ساعه كيدوز نهار دغيا كيدوز غير. يعني انا فاش كنجي نعس راه ما كنعسش بكري، كنبقى نفكر فهمتي. كتفكر في بزاف الحوايج ومن بعد عاوتاني كتبقى تقول بعض المرات كتجيك ديك اللعبه ديال اصلا الدنيا راه دايسه. هذه الحاجه اللي كانت تخليني من بعض المرات فهمتي ننسى. كنقول اصلا الدنيا كامله الدنيا راه غدوز، سواء خدمتي سواء تحققتي احلامك سواء حققتيهمش غدوز، فهمتي. فاش كتفكر هكا واحد المده كتكوني مرتاحه، من بعد عاوتاني كتقول لا ما يمكنش واخا هكا، خصني نشوف الناس هادي. وديجا الانفيرونمون ديال الطبيعه، الانفيرونمون ديالك حتى هو كيكون عنده دور. شوف فلان شنو دارت، واش انت مازال ما درتي والو، ويلي ما يمكنش انا راه خدمت هنايا، واش مازال ما دفعتيش هنايا، راه دفعت انا خدامه. فهمتي. يعني كانت فتره صعيبه بزاف. ما
ما عرفت كتحس براسك كتقول يمكن عندهم الصح، يمكن انا اللي كنديرش مجهود. كيما كتقول لا انا ديجا كندير اللي عليا. المهم ديك الفتره الصراحه كانت صعيبه بزاف، كنت نحاول نغلب ديك الافكار اللي كيكونوا في دماغي بزاف اللي كيخليوك تصافي تكتئبي وتبقاي جالسه وهذا. المهم كنحاول نبقى نقول راجي كامل دايز، يقدر غدا غيتبدل كلشي، اصلا كلشي كيتبدل دقيقه يقدر تبدل فيها كلشي. ما تعرف، يمكن داك الانسان اللي سبقك مثلا راه حنا ماشي بحال حنا راه ديجا ماشي في سباق، انت راه ماشي في سباق مع شي واحد. يعني لا انا مثلا عندها قدك في العمر دارت وانت ما درتش في الميرا، انت راه فيك مشكل عادي جدا. كاينين اللي كيما انت في الهنا قدك ولا صغار منك درت شي حاجه انت ما درتيهاش، راه كاينين الناس اللي كبار منك درتي انت شي حوايج اللي ما داروهمش هما. يعني هكا حياتنا راه مختلفه، وديجا راه ما غنشوف غير داكشي اللي مكتب لينا. بطبيعه الحال راه خصنا نخدموا على الاحلام ديالنا، مي ماشي بالضروره تحقق ديك الحاجه. ما تحققاتش تحاول ما غيتوقع حتى شي حاجه. اصلا شنو هو كتقول هي اصلا هي بحاجه كاع في الدنيا تقدر توقع، هي تموت. فهمتي؟ يعني الدنيا راه بسيطه، غير بنادم تيعقدها بسيطه بزاف. ماشي بالضروره نكون بحال سيدي ربي راه خلقنا مختلفين. واش انا اللي بغيت الفكره بغيت نوصل ما نوصلش لدرجه نبغيو ما عرفتش نساليو حياتنا غير بمجرد اننا ما حققناش شي حاجه. حتى شي علاقه عيش ترونكيل على قدك، حاجه لا تخليك فرحان هي اللي غدير. الحياه راه ساهله وبسيطه. هنايا غنعيش واحد العمر محدد اللي حنا ما عارفينه. دونك الحاجه اللي انا كتجيني مهمه نركزوا عليها هي علاقتنا مع الله بطبيعه الحال. كنتمنى تكونوا فهمتوا داكشي اللي بغيت نوصل لكم. ما تخليوش راسكم توصلوا الخلاصه ديال الشيء، ما تخليوش راسكم توصلوا لديك توصلوش لديك الدرجه ديال انكم يوليو عندكم التفكير المفرط ولا تبقاو تفكروا بزاف. انت صراحه الا كنتي بقيتي مده طويله انت كتفكر تفكير مفرط، راه غتلقى راسك اوتوماتيكمون مكتئب. وهذا شي حاجه اللي صعيبه، راه الاكتئاب كتسمعوه غير كلمه هكا صعيب بزاف. ما تحكروش اكتئاب التفكير المفرط ولا الامراض اللي ولا النفسيه ديالنا فاش كتعيا ما تستاهلوش بها، راه شي حاجه اللي صعيبه بزاف. وديجا راه فاش كتمرض النفسيه ديالنا راه كيأثر على الكور ديالنا عادي. يعني ما تبقاش تقول محتمي انا ما مريضش صحتي راه ماشي مشكل، راه فاش تبقى تفكر بزاف وهذا وتكتئب راه اوتوماتيكمون راه الذات ديالك غتمرض. راه كلشي فينا بتكامل. راه الصحه الذهنيه ديالنا والصحه النفسيه راه بنفس الاهميه ديال الصحه الجسديه. دونك الانسان يدير على راسو، تخممش بزاف، راه كلشي دايز، كلشي كيما بغات تكون حاجه دايزه. ما تفكرش بزاف، ما تاخذش كلشي بجديه، عيش الحياه عادي كانك غدا ما غتبقاش. عيش بحال حتى غدا ما غتبقاش، فهمتي؟ اي دقيقه تقدر تموت. الدنيا راه ما كتستاهلش في اخر المطاف. هادشي كان اللي بغيت نقول لكم. كنتمنى تكونوا فهمتوا الرساله ديالي. ولا كانوا عندكم افكار تقدروا تكتبوها لي في الكومونتير. الا كنتو تتفقوا معايا تقدروا تكتبوها لي في الكومونتير. خليو معكم سبسكرايب لايك كومونتير و كونوا ترونكيل اي بيس عند لا